طيب، هنبدأ كده يا جماعة. يعني هنمسك جزء من الماونت عشان خاطر نتكلم عنه. ده يعتبر اللي هو الترايبود. المفروض هيبقى عليه الماونت كل الجيرز بقى بتاعتنا زي ما احنا شايفين. يعني هو الماونت يعتبر كبير إلى حد ما. القطر بتاعه تقريبا على ما أتذكر يعني في حدود من 1.5 ل2 إلا ربع بوصة قطر الرجل الواحدة من الترايبود ده. المفروض يعني اللي بيهمني هنا شايفين في زي يعني في حتة الحديدة اللي طالعة دي عشان خاطر انا بحط الماونت هنا، وفي فتحه في الماونت بيخش فيها حته الحديده دي عشان خاطر اعرف ان انا اثبته. يكون طبعا الاتجاه بتاع الماونت يكون في اتجاه الشمال زي ما هنشوف كمان شويه. في دي طبعا حرف الان ده عشان خاطر اتجاه الشمال. المفروض بوجه الرجل دي ناحيه اتجاه الشمال. الجزء اللي تحت ده او البكره دي عشان خاطر انا بلف البكره دي لفوق عشان خاطر برضو يبقى البار ده كده يبقى بيطلع لفوق من هنا كده، وبعد كده بيمسك برضو في الماونت اللي انا بحطه على الترايبود. وهو جزء واحد مع الترايبود بتاعي. هنبدأ نشوف بقى الماونت نفسه عبارة عن ايه. طيب، الماونت يعني ده الماونت بتاعنا وهو في الكرتونة. انا طبعا ببقى محافظ عليه في الكرتونه بتاعته عشان خاطر التراب والكلام ده. ودي الفتحه اللي انا كنت بقول لكم عليها عشان خاطر انا بثبت الماونت من خلالها على الترايبود. يعني شايفين الفتحه اللي هي دي اللي بيخش فيها البار اللي هو كان فيه البكره اللي من تحت دي عشان خاطر الفها وتثبت في الفتحه دي. بينما الفتحه اللي هي الكبيره دي اللي هي المستطيله دي بقى اللي بيخش فيها حته الحديده المثلثه عشان خاطر بتخش في الجزء ده. وابدا بعد كده اربط عليها باللي هو النوبس اللي احنا شايفينها السودا دي، او البكره السودا دي. والبكره السودا دي اسمها الالت ازموس. بعدل منها اتجاهات الماونت اليمين وشمال في المستوى الافقي. هنشوف كل الكلام ده طبعا ونشرحه بالتفصيل قدام، بس انا يعني ايه حبيت اوريكم شكل الماونت عامل ازاي وهو طالع من الكرتون. ببدا اجيب بقى الماونت بتاعي زي ما احنا شايفين. يعني ناخد بالنا عشان طبعا هو على حسب حجم الماونت بتاعك بيختلف بقى الوزن بتاعه. الماونت اللي احنا بنتكلم عنه ده اللي هو الهيك 5 سكاي ووتشر هيك 5. يعني تقريبا وزن الماونت هيد دي لوحدها في حدود حوالي يعني من 10 ل 12 كيلو تقريبا. يعني ما اتذكر، يعني ممكن لما نراجع عليها نحط الديسكريبشن بتاع الماونت ده تحت. الفتحه بقى اللي بقول لكم عليها المفروض بتبقى في الجزء ده كده. دي الفتحه المفروض احنا هنحطها فوق دلوقتي عشان خاطر نثبت الماونت اول حاجه، وبعد كده نبدا ان احنا نشرح الماونت ده بنركبه ازاي وبنعمله سيت اب ازاي وبنبدا نتحكم فيه ازاي. فهنبدا نحط الماونت هنا. يعني شايفين احنا البكر اللي هو اللي لونه اسود ده اللي هو اللي تحت ده المفروض الفتحه بتاعته اللي هي المستطيله دي بنحطها على الحديده اللي هي المثلثه دي. نحطها كده بس. يعني هو بينزل على طول على حته الحديده اللي هي المثلثه دي. وببدا يعني ايه اربط كده شويه البكر اللي هو اللون الاسود ده او الالت ازموس. بنقول عليها يعني الالت ازموس عشان خاطر هي بتعدل الاتجاهات في المستوى اللي هو بتاع الالت ازموس، تمام، اللي هو المستوى الافقي اللي موازي للارض. البكره اللي تحت دي برضو نفس القصه عشان خاطر تخش في الفتحه اللي احنا كنا شفناها من شويه. ابدا يعني اقرط عليها جامد عشان خاطر تبقى ثابته كده. الماونت بتاعي يعني زي ما احنا شايفين خلاص هو بقى ثابت على الترايبود. المفروض ان الالت ازموس ده يعني اللي هو الاثنين اكسس المفروض انا بظبط عليهم الماونت بتاعي. في اللي هو الازموس، تمام، الاكسس الازموس اللي هو مسؤول عنه البكر الاسود ده او النوبس السودا دي زي ما احنا شايفين. يعني لو حاولنا نلف كده شويه عشان نشوف بس الاكسس اللي هو بيلف عليه. لو انتم ملاحظين يعني في الشاشه دلوقتي ان الماونت يعني بيلف على الناحيه بتاعتي، الناحيه الشمال يعني من الشاشه دلوقتي. لو عكست اتجاه الروتيشن هلاقيه ان هو بيلف الناحيه الثانيه. فدي يعني اول اكسس او اول طريقه ان انا بظبط بيها الايه الماونت بتاعي في المستوى اللي هو الافقي او الموازي للارض. النوبس دي او البكر الاسود ده المسؤول عن ان هو يعدل اتجاه الماونت ليمين وشمال، تمام. بينما هي النوبس بقى دي اللي هي اللون الفضي دي هي دي بتاعه الالتيتيود، ودي اللي المقصود بيها الارتفاع. ارتفاع بقى الماونت فوق وتحت. يعني لو حاولنا ان احنا نلف كده شويه، يعني هنحاول نلف كده زي ما احنا شايفين دلوقتي، اللي بيحصل ايه ان الماونت بيطلع لفوق. طب لو انا هنزل بيه لتحت او هعكس اتجاه دوران النوبس دي هلاقي ان الماونت بينزل معايا لتحت، وهكذا. اربط بس يعني ايه اتاكد ان النوبس دي مربوطه كويس يعني مش بتتحرك معايا، وكذلك النوبس دي. لو انا عايز احرك اي واحده فيهم يعني عشان اقدر احركه لازم بلف دي يعني افكها عشان خاطر اعرف اربط بدي بالورا. كذلك دي برضو يعني لازم افك دي عشان خاطر اعرف اربط بدي. فبرضه عشان ما تتلخبطش حاول ان انت تحرك الاثنين في نفس الاتجاه. يعني واحده تفك والثانيه تربط في نفس الوقت، تمام، وهكذا. عايز تغير الاتجاه يبقى تعكس اتجاه دوران الاثنين في نفس الوقت. برضه نفس القصه بالنسبه للنوبس بتاعت الايه الالتيتيود. عايز يعني ترفع لفوق تلفهم هما الاثنين مع بعض كده، تمام. عايز تنزله لتحت تلفهم هما الاثنين مع بعض، تمام. فدي القصه بتاعت
التعديل بتاع اتجاه الماونت. هنبدا دلوقتي نتكلم بقى على الماونت نفسه. المفروض هو فيه 2 اكسس. في الرايت اسنشن اكسس، ده اللي هو المفروض الاكسس ده، تمام، اللي هو الجزء ده من الماونت، وده المفروض ان هو بيلف في اتجاه الرايت اسنشن. يعني لو حاولنا ان احنا نفك ده، المفروض اللوك اللي هو بيحافظ ان الرايت اسنشن ما يدورش خالص ولا يلف. فباجي افك اللوك، تمام، افكه كده. شايفين يا جماعه يعني ايه كده الماونت هيلف، ده الاتجاه بتاع الرايت اسنشن. او يعني لو حبينا، يعني هو طبعا مش صح ان انا اقول يمين وشمال، لان يعني الاتجاهات نفسها هي مش بالفعل مش يمين وشمال، دي بتبقى حاجه اسمها الرايت اسنشن اكسس. بس يعني كتبسيط يعني هنقول يعني ايه اليمين وشمال حوالين الرايت اسنشن اكسس، تمام. احاول اثبته كده في مكانه واقوم عامل اللوك مره ثانيه عشان خاطر ما يتحركش معايا. لازم اعمل موضوع اللوك ده يا جماعه، مهم جدا، خاصه اما احط العدسه بتاعتي والكاميرا فوق، لان انا لو مش عامل اللوك وحطيت مره واحده تقل هنا، اللي هيحصل ان هو مره واحده الماونت او الاكسس ده هيلف مني مره واحده، وممكن يخبط في الرجل بتاعه الترايبود فيتكسر، كل حاجه عندك تتكسر طبعا. ساعتها يعني هتنتحر على طول، او يجي لك ذبحه صدريه بعد الشر يعني. اما يبقى عندك صرف الافات على عدسه وكاميرا وفجاه يحصل لها كده، خلاص كده شكرا يعني. فناخد بالنا يعني ايه من الموضوع ده جدا، موضوع اللوك هنا. كذلك برضو في الاكسس الثاني، وده بقى اللي بيخلينا هنا نقول ان، او ده يعني من ضمن الاختلافات اللي ما بين الايكواتوريال ماونت او الجوتو ماونتس وما بين اللي هو الستار ادفنشر اللي احنا كنا بنستعمله في الحلقات اللي فاتت. ان الستار ادفنشر ما فيش فيه اللي هو الديكلينيشن اكسس اللي احنا شايفينه قدامنا ده. كل اللي كان فيه كان حاجه زي الرايت اسنشن اكسس بتلف على الرايت اسنشن زي ما احنا شفنا. لكن الجديد هنا بقى هو الديكلينيشن اكسس ده بيفيد في ايه؟ ان انت بتتحكم اكتر في موضوع الاتجاهات بتاعتك، بتظبط العدسه بتاعتك على التارجت بدقه اعلى بكتير، بيغنيك بقى عن موضوع اللي هو البول هيد والكلام بقى الصعب شويه اللي كنا بنشوفه في موضوع الستار ادفنشر. بالاضافه طبعا لكده هو في ميزه مهمه جدا، وهي قصه الجو تو. يعني ايه الجو تو؟ يعني انت بتحط له الاوبجكت اللي انت عايزه، تكتبه له على الريموت زي ما نشوف كمان شويه، وهو بيتوجه ليه مباشره. فدي طبعا ميزه قويه جدا جدا جدا. يعني دي تعتبر يعني هتريحك طبعا كتير قوي في موضوع التصوير، وفي موضوع انها توفر عليك وقت كتير وانت بتدور او بتبحث على التارجت بتاعك، بدل ما تقعد وقت كتير عمال بتظبط الستار ادفنشر بتاعك وتقعد تبص على النجوم، النجم ده المفروض اقرب منه شويه بدرجه قد ايه، وهكذا. تقعد طبعا وقت كتير قوي قوي يعني عشان خاطر تعرف تظبط القصه دي. لكن مع الجوتو ماونت ده احنا هنشوف يعني دلوقتي انك ممكن تقوم حاطط اسم التارجت بتاعك، او تحط حتى الاحداثيات بتاعته هو بيتوجه ليه مباشره. الماونت هنا يا جماعه ما فيهوش جي بي اس. مش معنى ان انا احط له اسم التارجت وهو يروح له معناه ان هو في جي بي اس، لا، هو انت بتحط له في البدايه خالص احداثيات المكان اللي انت فيه، ودي طبعا بتعرفها من جوجل ماب او كده، سهله جدا. تحط له احداثيات، وهو على اساس الاحداثيات اللي انت بتحطها دي بيبدا يظبط بقى نفسه عشان خاطر يروح للتارجت اللي انت عايزه في السماء. التارجت ده معناه اللي هو اسم النجم او اسم المجره او اسم السديم او النبيولا اللي انت عايز تصوره. الديكلينيشن اكسس، تمام، ده الديكلينيشن. انا خلاص فكيت اللوك بتاعه عشان اعرف ان انا احركه. زي ما احنا شايفين هو برده بيتحرك في الاتجاه بتاع الديكلينيشن. والجزء ده يعني البكر الاسود ده يعني هو اللي انا بربط بيه على العدسه بتاعتي. يعني لما باجي اعمل كده، تمام، نحاول نبص عليه من فوق كانه بيحجز. يعني طبعا انا بحط العدسه بتاعتي في الجزء ده كده، وباجي اربط عليها بعد كده بالنوبس دي، تمام. فخلاص هو بيعمل ايه؟ لوك على الجزء اللي انا عايزه في او العدسه اللي انا عايزها في الجزء ده كده، ويفضل محافظ عليها على الديكلينيشن اكسس هنا. طيب الجزء ده ايه يا جماعه؟ الجزء ده هو بيبين الالتيتيود بتاع الماونت، وده انا بستفيد منه جامد جدا. يعني بيوفر عليا وقت كتير في اثناء البولار الاينمنت، او انا لما اظبط الماونت بتاعي مع بولاريس او النورث سيليستيال بول. احنا قلنا طبعا ان هو لازم اعمل الاينمنت عشان خاطر يبقى التراكنج بتاعي مظبوط، والنجوم ما يحصلش فيها اي تريلز، وان انا لما اتوجه بالماونت بتاعي ناحيه التارجت نفسه ما يبقاش فيه مشكله. فلازم البولار الاينمنت ده يبقى مظبوط. فانا بظبط، او الدايره دي او السكيل ده عباره عن ايه؟ السكيل ده هو عباره عن خطوط العرض. انت بتشوف انت موجود في انهي خط عرض في المكان اللي انت فيه، وليكن مثلا يعني في دبي، الرياض، القاهره، في اي حته انت فيها بتشوف خط العرض اللي انت فيه، وبتظبط الماونت بتاعك على الخط العرض اللي انت عايزه. يعني مثلا